تبدأ قصة فيلمنا النهاردة مع شخص اسمه جيمس وكان معاه مراته في العربية وبنعرف إن اسمها إيمي وبنتهم الصغيرة سارة، وهنا بنشوفهم وهما طالعين رحلة مع بعض عشان يفصلوا شوية. بعد لحظات بيعدي من جنبهم صاحبهم زاك ومراته لورين، وكانوا راكبين موتوسيكل وطالعين نفس الرحلة، وكانت الواجهة بتاعتهم البحر المفتوح ويقضوا هناك شوية وقت جميل. وبعد فترة بسيطة وصلوا للمكان اللي اتفقوا يتقابلوا فيه، وكانت المنطقة عبارة عن تجمع لليخوت، وكان الهدف إن هما ياخدوا يخت ويطلعوا بيه لوسط البحر. في الوقت ده بنشوف جيمس وإيمي بينزلوا من العربية وسلموا على جاك ولورين، وكانوا مبسوطين جدا في اليوم ده لأنهم هيطلعوا رحلة مع بعض ويقضوا كمان يوم جميل في وسط البحر. وهنا بنشوف ايمي بتلبس جاكيت النجاة على الرغم من انهم مش هينزلوا الميه وكمان هيكونوا في امان جوه اليخت، لكن هنا بنعرف ان ايمي عندها فوبيا من البحر وبتخاف منه. في اللحظه دي بنشوف ايمي بتمشي على الجسر الخشبي وهي شايله بنتها عشان توصل لليخت، وكان باين عليها انها قلقانه ومتوتره جدا، وده بسبب ان في حادثه حصلت ليها وهي صغيره، والحادثه دي اثرت عليها بشكل كبير وخلت يبقى عندها فوبيا من البحر. لكن رغم كل ده كان جيمس جوزها بيطمنها وبيهديها. وهنا بنشوفهم كلهم متجمعين على اليخت وبيبتدوا الرحله بتاعتهم، وبنشوف في نفس المكان شخص اسمه دان وصاحبته ميشيل، وبنعرف ان دان هو قبطان اليخت ومسؤول عنه، وقرر ان هو يجي معاهم في اليوم ده عشان يحتفل بعيد ميلاد صديقته ميشيل. وفعلا احتفلوا مع بعض بعيد ميلادها واتحركوا كلهم باليخت في وسط البحر، وكانوا كلهم مستمتعين بالرحله ومبسوطين بيها، لكن ما كانوش يعرفوا تفاصيل اكتر عن البرنامج بتاع رحله اليخت، بس هم كانوا فرحانين ومبهورين بالاجواء. وهنا بنشوف ميشيل بتروح لدان وبتطلب منه ان هي تنزل البحر عشان تستمتع بالاجواء اكتر، بس دان حذرها ان البحر عميق وكمان في خطر ان ممكن يكون في اسماك قرش قريبه من المكان، بس ميشيل كانت مصممه انها تنزل، وفي الاخر وافق دان انها تنزل البحر. وبنشوف هنا دان وهو بيوزع على مجموعه نظارات ميه وعوامات، وكان في الوقت ده جيمس حب الموضوع فقرر ان هو كمان ينزل البحر، فسال ايمي اذا كانت حابه تنزل معاه، بس هي رفضت بسبب خوفها والمشكله اللي حصلت ليها قبل كده، وكمان كان معاها طفلتها فما فيش حد كان هياخد باله منها الا هي. وهنا جيمس بيسيب ايمي وبينط في البحر، ونط معاه كمان زاك ولورين اصحابه، وما كانش فاضل في اليخت الا ايمي ودان. في الوقت ده بنشوف ايمي ودان وهم فوق اليخت وبيتفرجوا على اصحابهم وهم بيسبحوا في الميه، وهنا دان بيسال ايمي عن سبب رفضها انها تنزل الميه معاهم، فردت عليه ايمي وقالت له عن المشاكل اللي حصلت ليها من البحر وهي صغيره، وهي كمان عندها فوبيا من الميه. لكن فجاه دان شال ايمي ونزل بيها الميه وسابوا الطفله لوحدها في اليخت، بس هنا ايمي بتدخل في صدمه كبيره بسبب مخاوفها من البحر، لانها افتكرت لما كانت صغيره وهي وابوها وبيسبحوا مع بعض، لكن كانت الصدمه لما اتسحب ابوها جوه الميه بسرعه، ومن اليوم ده اختفى وهي ما شافتهوش مره تاني، وبسبب الموضوع ده كرهت البحر جدا وبقت تخاف منه. وهنا بسرعه بيقربوا منها اصحابها وبيتجمعوا حواليها وحاولوا ان هم يفوقوها من الصدمه اللي حصلت ليها، وكمان عشان تكسر حاجز الخوف من عندها وما تخافش من الميه مره تاني، واتفقوا كلهم ان هم يطلعوا على اليخت تاني. وهنا زاك سال دان عن السلم اللي هيطلعوا بيه اليخت، فرد عليه دان ان السلم موجود في الناحيه التانيه، واول لما راحوا الناحيه التانيه اتفاجئوا ان مفيش سلم يقدروا يطلعوا بيه اليخت، وكانت المفاجاه ان هم من الاساس نسيوا يفتحوا السلم بتاع اليخت، ومن غير السلم ده مش هيعرفوا يطلعوا اليخت. في اللحظه دي كل المجموعه حست بتوتر وخوف شديد، لانهم كان عندهم احساس ان لو ما لقوش حل بسرعه هيموتوا كلهم في البحر بدون ما حد يحس بيهم، وبداوا يفكروا انهم لازم يلاقوا حل عشان يطلعوا اليخت مره تاني، لكن بدون اي فايده، وده لانهم كانوا في نص البحر وما كانش فيه اي وسائل مساعده ليهم. وهنا بنشوف جيمس وهو بيحاول يخرج ايمي من حاله الصدمه اللي حصلت ليها، وفضل معاه وما سابهاش ابدا، وهي كانت بتقول لجيمس انها لازم تطلع اليخت مره تاني عشان بنتها الصغيره. في الوقت ده دان جات له فكره انه يستخدم العوامه الدولفين ويطلع بيها على اليخت، واول لما جه ينفذ الخطه للاسف بتفشل لان العوامه الدولفين باظت وخرج منها كل الهواء اللي فيها، وكانت دي هي الخطه الوحيده اللي كانت في بالهم، لكن هم ما يقسوش وفضلوا يحاولوا لدرجه ان هم حاولوا يستخدموا العلم اللي على اليخت عشان يطلع واحد من عندهم ويفتح ليهم السلم، وفعلا جربوا ان هم يعملوا كده، بس في الاخر اتقطع وما كانش قدامهم حل تاني الا ان هم يتجمعوا في مكان واحد ويستنوا اي حد يجي يساعدهم. وهنا زاك قال لهم ان في مجموعه بحارين تبع الدوله، ودي مهمتهم ان هم يعملوا تفتيش ويدوروا على السفن واليخوت اللي تايهين في وسط البحر، وان بقالهم يومين بيدوروا على اي سفن تايهه، وكان عنده امل ان ممكن المجموعه دي تلاقيهم على طول، وطلب من اصحابه ان هم يستحملوا شويه. لكن فجاه بتصرخ ميشيل وبتقول لهم انها حست ان في حاجه ضخمه ضربت رجليها، وهي كان عندها احساس ان في اسماك قرش قريبه منها، فكلهم اترعبوا وخافوا. وهنا بسرعه دان بيغطس جوه الميه عشان يشوف ايه اللي بيحصل، ولما طلع من الميه قال لهم مفيش اي حاجه، وافترض ان ممكن يكون في سمكه كبيره كانت بتعدي من الجهه دي، فبدات المجموعه تغلط على دان ويلوموا فيه لانه كان السبب في كل اللي حصل، ولانه كمان اللي شال ايمي ونط بيها في البحر بدون ما ياخد باله ان سلم اليخت مش مفتوح. وكانت في الوقت ده ميشيل متوتره وخايفه وبتقول لهم انها مش قادره تحرك رجليها من الخوف، وكانت عايزه تطلع بسرعه فوق اليخت. وهنا بنشوف ميشيل بتروح لايمي وكانت عايزه تاخد منها جاكيت النجاه بتاعها عشان تلبسه، بس ايمي رفضت تديهولها، فاتجمعت المجموعه وحاولوا يهدوا ميشيل عشان يخرجوها من شعور الخوف اللي سيطر عليها. وبعد وقت كبير ايمي بتسمع صوت، واول لما عرفوا مصدر الصوت لقوا ان الجاكيت بتاع زاك كان متعلق فوق اليخت، وكان التليفون جوه الجاكيت وبيرن. وبعد محاولات كتير قدر دان ان هو يوصل للجاكيت ويطلع التليفون منه واداه لزاك بسرعه، لكن بسبب توترهم التليفون اتغرق بالميه وخرب، وهنا الكل كان متضايق من زاك لانه قرب التليفون من الميه على طول. في اللحظه دي اقترح عليهم دان فكره انهم يعملوا من اللبس بتاعهم حبل واضعف حد فيهم يساعدوه عشان يطلع لليخت، لكن في وسط كلامهم شافوا يخت ماشي بسرعه في البحر، ففضلوا يصرخوا بصوت عالي عشان حد يسمعهم ويساعدهم، لكن للاسف محدش خد باله منهم، وبيرجعوا مره تانية ويفكروا في خطه دان اللي اقترحها عليهم، وفعلا طلعوا سكينه
كانت معاهم وقطعوا بيها اللبس وعملوا منها حبل طويل، بس كانت المشكله ان الرابطه ضعيفه جدا ومش هتتحمل حد. وفي اللحظه دي جيمس بيروح لزاك وخد منه سكينه وراح لمراته ايمي وقال لها ان هو هيحاول يدخل جوه اليخت وهو عنده فكره. وبنشوف بعد كده زاك بيطبق الحبل اللي عملوه من لبسهم وبيحتفوا فوق اليخت عشان يثبته، بس كان كل مره يحاول فيها بيفشل. وبعد محاولات كتير نجح المره الاخيره انه يثبت الحبل فوق اليخت، وبسرعه بيطلع دان على الحبل. اول لما طلع مسك ايده على طرف اليخت، لكن هنا ايده بتتزحلق وبيقع من اليخت وكمان الحبل بيتقطع منه، وبكده تكون فكره دان فشلت. بعد كده بنشوف جيمس بيحاول يدخل اليخت من تحت الميه، بس في اللحظه دي السكينه بتقع منه، لكن هو نجح في الاخر انه يسبح ويجيبها مره تاني. وبنشوف جيمس بيطلع من تحت الميه بسرعه لانه كان بدا يحس انه بيتخنق، لكن فجاه بتتخبط راسه في اليخت. وكانت ايمي في الوقت ده قلقانه عليه وقررت تروح للمكان اللي راح فيه جيمس عشان يدخل اليخت. وهنا جيمس بيطلع فجاه من الميه وكانت راسه بتنزف، وبسرعه زاك راح له وساله عن السكينه اللي اداها له، فاداله السكينه وراح زاك يضرب بيها في المكان اللي فيه سلم اليخت، لكن جيمس راح بسرعه ومنعه، بس للاسف وهو بيمنعه من ضرب اليخت دخلت السكينه بالغلط في بطن زاك. وفي اللحظه دي كانت الطفله الصغيره بتعيط بسبب الجوع، واول لما سمعتها امها اتاثرت وبكت ان هي مش معاها وما كانتش عارفه ايه اللي ممكن يحصل لها بدونها. وفجاه بنشوف ميشيل وبتقرر ان هي تنتحر لان هي كانت حاسه ان مفيش اي فرصه انها تعيش، وفعلا نزلت بسرعه كبيره تحت الميه وانتحرت. وبنشوف كمان زاك اللي ما قدرش يستحمل الالم وللاسف بيموت برضه بسبب النزيف اللي حصل له. وكان جيمس في الوقت ده متضايق ومصدوم من اللي حصل، فراح لدان وفضل يضرب فيه بسبب التصرف اللي عمله، لكن ايمي بتروح عليه بسرعه وتمنعه وفضلت تهديه وقالت ليه ان هم لازم يفكروا كويس وبهدوء عشان يلاقوا حل بسرعه للكارثه اللي هم فيها. وبنشوف بعد كده لورين اللي قررت تعوم لغايه لما توصل للساحل وتطلب المساعده، بس ايمي حذرتها من سمك القرش وانها تعوم في الميه لفتره كبيره، لكن لورين كانت مصره على قرارها وابتدت تسبح لغايه لما توصل للساحل. وهنا بنشوف جيمس اللي كان بينزف بسبب الضربه اللي اتعرض ليها في راسه، وكانت ايمي جنبه وشايلاه على ايديها، واتاثرت جدا لما سمعت صوت الطفله وهي بتبكي من شده الجوع، وفضلت تلوم في نفسها انها مش معاها في الوقت ده، وكمان لمت نفسها انها طلعت الرحله دي من الاساس. وفضلوا على الوضع ده لغايه لما الدنيا ليلت، وهنا ايمي كانت بتصرخ بصوت عالي، وللاسف جيمس بيموت بسبب النزيف اللي حصل له. وبكده بيكون ما فاضلش منهم الا ايمي ودان والطفله الصغيره، وكان دان وقتها بيحاول بكل الطرق ان هو يطلع مره تانية على اليخت. وهنا جات لدان فكره انه يستخدم عدسه النضاره في مكان الضربه اللي عملها زاك في اليخت ويثبتها بايده، وبعد كده ايمي تطلع على كتفه وتكمل طلوع على ايده عشان تقدر مره تانية توصل لسطح اليخت. وفعلا ايمي بدات تحاول بس للاسف بتفشل في كل مره، لكن في المره الاخيره نجحت ان هي تطلع لسطح اليخت، وما كانوش في الوقت ده مصدقين اللي حصل ليهم. وبسرعه ايمي بتروح تنزل السلم لدان عشان يطلع، وجريت على طول لبنتها عشان تطمن عليها وتاكلها، لكن بعد فتره بسيطه لاحظت ايمي ان دان ما طلعش اليخت. وبنعرف هنا ان دان قرر ان هو ينتحر بعد ما انقذ ايمي لان هو كان السبب في كل اللي حصل لاصدقائه، وهو ما تحملش كل اللي حصل ليهم. وهنا ايمي بتتدخل وبتحاول ان هي تنقذه، لكن بتفشل في الاخر. في الوقت ده ايمي ما كانتش عارفه تتحرك باليخت، ففضلت فيه لغايه تاني يوم لما مر يخت تاني من جنبها. وهنا صاحب اليخت بيشوف ايمي وقرر انه ينقذها، وبنعرف ان لورين اللي قررت تسبح للساحل ما قدرتش تكمل سباحه وللاسف ماتت في الميه. وفي الاخر كلهم بيموتوا بسبب خطأ دان، وما فاضلش منهم الا ايمي اللي كان عندها فوبيا من البحر وبنتها الصغيره. وبكده يخلص فيلمنا النهارده.